بيبدأ الفيلم بتسونيو وهو طالب في الكلية عايش لوحده في أوضة صغيرة، وبيكون مجتهد جدا في دراسته، وبعد الكلية بيشتغل في أعمال جزئية كتيرة جدا علشان يصرف على نفسه، ومن ضمن الأعمال دي شغل في محل معدات غطس. وبيكون سونيو بيحب الغطس جدا مع الأسماك وبيقعد يصور فيهم، وبيكون عارف أنواعهم كلها وكل سمكة وطنها الأصلي فين في العالم. وفي يوم بيكون قاعد وبينقي صورة بروفايل ليه، وطبعا الصورة دي بتكون سمكة، وبيقول لزميلته في الشغل ماي إنه كان محظوظ إنه قدر يشوف السمكة دي ويصورها. وبتقترح ماي على تسونيو إنهم يروحوا رحلة غطس يوم الأربع، لكن قبل ما تسونيو يوافق أو يرفض بيظهر زميلهم التالت وبيكون اسمه هاياتو، وبيقول لي ماي إنه موافق يروح معاهم رحلة الغطس دي، لكن بشرط إنه ماي تعزم صحابها البنات لأنه نفسه يتعرف على بنت ويكون عنده حبيبة. لكن سونيو بيقول إنه ما عندوش وقت للكلام ده لأنه هيبدأ وظيفة جزئية جديدة من أول الأسبوع الجاي، فبيقول له هاياتو إنه بيضيع شبابه وشبابه ده مش هيرجع ليه تاني. لكن سونيو مش بيهتم بكلام هاياتو، بيسوبي وبيمشي. وفي يوم هو مروح بيكون الطريق اللي بيمشي فيه عادة مسدود، فبيضطر إنه ياخد طريق تاني خلفي، وما بيكونش متأكد إن كان هو ده الطريق الصح ولا لأ. لكن كمشاهد بتكون عارف إن هو ده الطريق الصح، لأنه بعد لحظات بيلاقي سونيو وواحدة بنت مقعدة على كرسي متحرك نازلة من على طريق منحدر، وقاعدة عمالة تصرخ لأن الكرسي نازل بسرعة كبيرة جدا وهي مش قادرة توقفه. فبيجري تسونيو ناحيتها عشان يحاول يوقف الكرسي وينقذها، إلا إنه عجلة الكرسي بتخبط في حجرة فالبنت بتطير من على الكرسي خالص، لكن سونيو بيتمكن إنه يمسكها قبل ما تخبط في الأرض وبيقعوا هما الاتنين، وبنعرف ساعتها إن اسمها كوميكو. المهم بيكون سونيو بيتألم جدا، ومع ذلك بيسألها إن كانت هي بخير، لكنها بتكون مصدومة وقاعدة تنهج وما بتردش عليه لأنه بيكون اتأذى ولسه بيفكر فيها وإنها كويسة ولا لأ. ومن بعيد بتيجي سيدة عجوزة بتنده على كوميكو وبنعرف إنها جدتها، وطبعا بتفهم الجدة إن تسونيو هو اللي أنقذ البنت وبتشكره جدا، وبتسأله إن كان اتعور أو جراله حاجة، لكن سونيو بيرد وبيقول إنه كويس. وبتروح الجدة عشان تجيب كرسي البنت المتحرك، وبتقعد تبرطم بالكلام إنها سهيت عن البنت لحظة واحدة بس، فجه واد وزقها وحصل اللي حصل. وفي اللحظة دي بيقوم سونيو من على الأرض وبحركة عفوية بتسند على كتف كوميكو، فكوميكو بتتخض وبتشتغل جرس الإنذار في دماغها، وبتروح ماسكة ايديه وتروح عضها عضة محترمة لا ينافسها إلا أسماك القرش. فبيتفاجئ سونيو وما بيكونش فاهم هي عملت كده ليه، وبيسألها ايه العبط ده اللي انتي بتعمليه، وقبل ما يكمل بتروح جاية كوميكو مفجرها في وشه وبتقوله يا منحرف، وبتقوله كمان انه يبطل يلمسها. وهنا بيتصدم سونيو وبيفقد النطق وبيعجز عن الكلام في المطلق. بعد كده وكوميكو وجدتها مروحين بيكون سونيو ماشي وراهم، فهي بتقول لجدتها الحقي يا ستي المنحرف ماشي ورانا وبيتبعنا. وطبعا سونيو بيسمعها، وبدل ما يعمل نفسه مش سامعها بيرد بيقول انه والله انا بيتي في نفس الاتجاه. وبيكون سونيو محرج انه ماشي معاهم في نفس الطريق وما بيساعدهمش، فبيعرض على الجدة ان هو اللي يزق الكرسي، فالجدة بترفض. وبعدين من حيث لا يدري بتقوله الجدة انه كيميكا اتولدت كده، قصدها انها اتولدت بعيب ما يخليهاش تقدر تمشي. فبيتفاجئ سونيو شوية وبيبان عليه انه متعاطف مع كوميكو، وفجأة بتلتفت كوميكو للجدة وبتقول لها انها عايزة تروح نزهة، لكن الجدة بترفض وبتقول لها انهم هيرجعوا على البيت على طول ومش هيخرجوا في اي نزهة لمدة. لكن كوميكو بتكون زعلانة وبتقول لها انها عايزة تخرج، لكن جدتها بتقول لها انها في الحياة دي مش هتحصل على كل اللي هي عايزاه. وهنا بيتدخل سونيو في الحوار لانه رامي ودنه من بدري وبيسألهم ان كانوا بيخرجوا كل يوم يتنزهوا في الوقت المتأخر ده، فبترد عليك جدا ان الوقت ده اكتر وقت امان ليهم ومحدش هيشوفهم فيه. وبتقوله كمان ان العالم الصبح او بالليل عبارة عن وحوش مخيفة. فسونيو بيسمع كلام الجدة وبيستغربوا جدا. ولما بيوصلوا البيت بيكون قديم وبيلفت نظر سونيو، ولما بيدخلوا بيستأذن ان هو هيمشي، لكن الجدة بتعزمه ان هو يخش ياكل العشاء معاهم، وبيخش تسونيو وبيقعد عقبال ما الجدة تحضره، وبيكون مكسوف جدا خصوصا ان كوميكو بتتجاهله تماما وبتقعد تقرأ، وحتى في قط اسود بيكشم له على اساس انه غريب فيخرج، لكن بنكتشف في نفس اللحظة ان القط نفسه مش بتاعهم وكل شوية بيخرجوه لكنه بيرجع تاني. وبتحذر الجدة كوميكو انها تلمس القط ده عشان فيه براغيث، لكن كوميكو ما بتفوتش الفرصة دي انها تلقح على صاحبنا تسونيو، وبترد على جدتها وبتقول لها ده قط مشرد جاي عشان ياكل اكل مجاني. فتسونيو بمنتهى البراءة بيسأل كوميكو ان كانوا بيدوا الاكل للقط ده في العادي، لكن كوميكو بتفجرها في وشه وبتقوله انها تقصده هو بالكلام ده. وبتقعد كوميكو تكلم القطة وتقوله ان تسونيو مش صديقها وانه مجرد منحرف، فبدل ما تسونيو يرد على التهزيء ده بيسألها سؤال غاية في الغباء، وبيقول لها ان هو القط بيفهم كلامك، وبصراحة مش القط بس اللي مش بيفهم والله يا تسونيو. وبيفضل القط يعمل اصوات لتسونيو، فبتقول كوميكو لتسونيو ان القط بيقوله يقوم يمشي،
لكن أستاذ سونيو ما بيفهمش لا بالإشارات ولا حتى بالكلام المباشر والله. فبيكون سونيو عايز يسأل كوميكو على حاجة فبيناديها باسمها، لكنه قبل ما يكمل كلامه بتقول لي إن اسمها جوزيه مش كوميكو. فهو بيستغرب وما بيكونش فاهم حاجة خالص، لكن كل اللي بيفهمه إن هو لازم يناديها جوزيه وبس. بعد كده بيقعد ياكل وبيقولك جدا إنه شاكر إنها عزمته على العشاء وإنه ما كانش معاه فلوس يشتري أكل. فالجدة راحت قايلة له في وشه: ما أنت باين عليك فقير. فبيشرح لها تسونيو إنه طالب ومأجر أوضة عشان يعيش فيها، وإنه فقير لكنه بيحاول يحوش الفلوس على قد ما يقدر. وهنا يأتيه صوت الرخامة الذي لا ينام، وبتقوله جوزيه إنه محدش طلب يعرف قصة حياته عشان يحكيها. وبعدين بتقول جوزيه لجدتها إنها عايزة تشرب، وبيتستغرب سونيو إنه جوزيه حتى ما بتجيبش مية لنفسها. فبيفتح سونيو بقه وبيقول لها: انتي متدلعة قوي. ولسه بيكمل أكله بتقوم جوزيه خبطاه في دماغه بسلة وسايباهم وداخلة أوضتها. فبتبرر له جدا إنه كوميكو ما بتعرفش تشيل حاجات تقيلة. فبيقول لها تسونيو إنه ممكن ببساطة تشيل حاجات وزنها أخف زي كوبايات البلاستيك مثلا. فالجدة بتعجب إن تسونيو مش بيتعامل مع كوميكو على أساس إنها إنسانة عاجزة وبس، وإنه بيتعامل معاها عادي كأي إنسان. وبيشكر تسونيو الجدة على الأكل وبيكون خلاص ماشي. فبتمسكه الجدة وبتقوله إن عندها طريقة يكسب منها فلوس، وبتعرض عليه شغل لكنها ما بتقولش ليه الشغل ده إيه. وتاني يوم بيحكي تسونيو لزمايله في الشغل على وظيفته الجديدة، وإنه المرتب بتاعه هيكون كويس جدا، وإنه هيشتغل الشغلانة دي بالتأكيد ومش هيفوتها من تحت إيده. وبعدين بيبص لإيده بيلاقي آثار عضة جوزيه لسه موجودة، وبيبشره إنه داخل على أيام سودة. وبعد كده بيجي صاحب المحل اللي بيشتغل فيه تسونيو وبيقوله إنه بيفكر إنه بعد ما تسونيو يتخرج يشغله بدوام كامل. لكن تسونيو بيقوله إنه بيخطط إنه يسافر المكسيك بعد التخرج من الجامعة عشان يكمل دراسة هناك. وبنفهم إن تسونيو طول الوقت ده بيشتغل كتير عشان يحوش فلوس السفر. وبيروح تسونيو آخر النهار عشان يستلم شغله من الجدة، وبيكون شغله بسيط جدا جدا. وبتقوله الجدة إن شغلته هي إنه ينفذ كل اللي بتطلبه منه جوزيه. وهنا بيفقد سونيو النطق اللحظة وبيقعد يسأل الجدة إن كانت اللي بتقوله صحيح، وبتشرح له الجدة إن شغله هيكون في البيت عندهم مع جوزيه، وبتحاول إنها تطمنه. لكن سونيو بيكون فاهم إنه مجرد القعدة مع جوزيه مش بسيطة أبدا. وبتقوله الجدة إنه كمان في شرط واحد بس، هو إنه ممنوع إنه يخرج جوزيه، وبتديله إذن إنه ياكل اللي هو عايزه من التلاجة. وتقريبا الجدة لما بتصدق حد يقعد مع جوزيه وبتقوم ماشية وخارجة وسايباه وهو مش فاهم أي حاجة. وبيحاول سونيو إنه يتكلم مع جوزيه أو إنها تفهمه حاجة، لكنها بتدخل أوضتها وبتأمره إن هو يقعد على ركبته. وبيفضل سونيو قاعد حبة كده مستنيها تقوله يعمل إيه، لكنها ما بتقولوش أي حاجة. فبيكلمها ويقول لها إنه مش فاهم هو قاعد كده ليه. فبتقوله جوزيه إنه يفضل قاعد كده علشان تشوف ممكن الإنسان يستحمل إنه يقعد في الوضعية دي قد إيه، وبتقوله إنه يؤدي عمله بجد. وهنا بتبدأ لعنة سونيو. وبيمر شهر على بداية الشغل، وبيكون سونيو بيشرب مع أصحابه، وبيبدأوا يلاحظوا إنه في الشهر ده سونيو بقى عصبي أكتر، وبيسألوه إن كان الشغل عند جوزيه صعب أوي كده. فبيفتكر سونيو الشغل الغريب اللي جوزيه خليته يعمله، زي إنه يعد خيوط الحصير في بيتهم لأنها بالليل معرفتش تنام لأنها مش عارفة عددهم، أو إنها تأمره إنه يجيب لها برسيم فيه 4 ورقات، وإزاي يروح يفضل يدور على البرسيم في الحديقة في عز الشمس، وفي الآخر تكون عايزة البرسيم ده عشان تتأكد إن خرافة إن البرسيم اللي فيه 4 ورقات بيحقق الأماني دي صح ولا غلط. وبنرجع تاني لتسونيو وهو بيحكي لأصحابه إنها تبان ملاك لكنها في الحقيقة شيطان، وبيقعد يتكلم عليها وحش وإنه نفسه يمسكها يفرمها. فبتقترح عليه مي إنه يسيب الشغل، لكنه بيقوله إنه محتاج الفلوس. لكن مي بتقوله إنه مش لازم يكون الشغل ده، وبيبان إنها متضايقة، وبنعرف إنها معجبة بتسونيو. وتاني يوم في الجامعة البروفيسور بتاع تسونيو بيقوله إن البحث بتاعه كان حلو جدا، وإنه بعته لبروفيسور تاني في المكسيك وعجبه جدا، وعايز تسونيو يسافر ويجيله يدرس هناك في أسرع وقت. وبيكون تسونيو فرحان جدا إنه قرب جدا للسفر، وبيقعد يقول إنه هيدرس بشكل أكبر، وبيكون سعيد لأن ده بيقربه خطوة من حلمه. ولما بيروح بيكون تعبان جدا، لكنه بيفضل يبص على صورة سمكة متعلقة على الحيطة بيكون اسمها الكلاريون الملائكي. وبننتقل وبنروح عند جوزيه، وبتكون قاعدة عمالة تحلم إنه العالم كله تحول لمحيط، وإنها بتسبح مع الأسماك البحرية، لكنها بتصحى على صوت جدتها، وبتطلع لها جوزيه وبتطلب منها إنهم يرجعوا تاني يخرجوا ويتنزهوا بالليل. لكن جدتها بترفض رفض قاطع، وبتقولها هتعملي إيه لو حد زقك تاني؟ هل هتقدري تحمي نفسك؟ وبتقعد تقولها إن العالم الخارجي كله وحوش مخيفة. وبتكون جوزيه مكتئبة جدا لدرجة إنها بتحسد القط عشان بيتحرك وبيروح وبيجي براحته. بعد كده بيجي تسونيو وبيدخل البيت وبيلاقي القط الأسود، وبيقوله إنه هياتو صاحبه عنده حق،
وإنه ممكن يكسب فلوس من مكان تاني، وبيقف قدام أوضة جوزيه وبيقول لها إنه هيستقيل، لكن مفيش أي رد بيجي ليه. فبيتجرأ تسونيو وبيفتح باب أوضة جوزيه وبيدخلها لأول مرة، وبيتفاجئ جدا تسونيو من أوضتها لأنها بتكون مليانة لوحات للبحر والسمك وألوان وأنتيكات. وبيتاخد سونيو وبيقعد يتفرج على لوحة سمك هي رسماها، لكنه بيفوق لنفسه على صوت الجدة وهي قاعدة بتنادي على جوزيه في الشارع. فبيجري عليها وبتقوله الجدة إنه جوزيه هربت، وبيقعدوا يدوروا عليها لحد ما تسونيو بيلاقيها وبيحاول يرجعها البيت، لكنها بترفض وبتقوله انه ياخدها يوريها البحر والا هتتبلى عليه وتقول لجدتها انه منحرف، وجدتها ساعتها هتطرده. فبيسيبها تسونيو وبيمشي وبيقولها تعمل اللي هي عايزاه، كده كده مش فارقله. لكنه بيرجع لها تاني وبيقرر ياخدها وبيقولها انه ده هيكلفها فلوس زيادة. وبيروحوا على محطة القطر، وهناك بيقول سونيو لجوزيه تقطع لنفسها تذكرة لحد ما يعمل اتصال، لكن جوزيه ما بتكونش متعودة انها تعمل الحاجات دي بنفسها، فما بتكونش فاهمة حاجة والناس بتتجنبها كأنها مرض. فلما بيرجع تسونيو بتقولي انها عايزة تروح البيت وانه العالم كله عبارة عن نمور مخيفة، وتسونيو ما بيكونش فاهم هي بتتكلم كده ليه وليه شايفة العالم بالطريقة دي، لحد ما واحد بيخبط في الكرسي بتاعها وما بيعتذرش وبيسيبها وبيمشي. فتسونيو بيوقفه وبيقوله يعتذر، لكن الراجل بيقل أدبه وبيقوله ان جوزيه هي اللي خبطت فيه. وبيبدأ تسونيو يفهم شوية ليه جوزيه شايفة العالم بالطريقة دي، لكن بعد كده نفس الراجل بيخبط في ست عجوزة وبيقل أدبه عليها، لكنها بتشرشح له فبيعتذر. فكأن دي كانت رسالة لجوزيه انها ما تسمحش للنمور انها تخوفها. فبيبص لها تسونيو وبيسألها ها هتروحي البحر ولا هترجعي البيت؟ وفعلا بياخدها تسونيو وبينطلقوا في رحلة للبحر، وبيكتشفوا سوا محطات القطار، هي علشان أول مرة تركب قطر وهو علشان أول مرة يكون معاه حد من ذوي الاحتياجات الخاصة. ولما بيركبوا القطر بتكون جوزيه قاعدة مبهورة بكل حاجة بتشوفها زي العيال الصغيرين، وبيكون تسونيو قاعد يبصلها. فبتتحرك جوزيه وبتقعد تقوله إنها طبعا ركبت قطر قبل كده وإن دي مش أول مرة أبدا، لكن تسونيو بيقولها إنه مش بيبصلها عشان كده، لكن عشان هو بيتساءل هي بتشوف العالم إزاي. وبيقعد يقولها إنه عمره ما تخيل نيويورك، باريس، الصحراء، الغابات بالطريقة اللي هي رسمتها بيهم أبدا، وإن الرسومات دي أدهشته. فبتتكسف جوزيه جدا وبتفهم إنه دخل أوضتها. وآخر حاجة بيقولها تسونيو إنه نفسه يشوف بحر زي اللي هي رسمته، وهنا بتعلنها جوزيه وبتقوله إن من النهاردة أنت هتكون خادمي. ويبدو إن دي كانت طريقة جوزيه إن هي تدخل سونيو حياتها وتخليه جزء منها. وبيوصل الاتنين على البحر، وبتقول جوزيه إن هي حاسة كأنها في حلم وبتحرك الكرسي ناحية البحر بسرعة، لكن سونيو بيقعد يقولها بالراحة، لكن هي بتقوله إنها هي عايزة تعرف الإجابة. وبعدين بتقع من فوق الكرسي، لكن جوزيه ما بتستسلمش وبتكمل زحف لحد الشط. وبتقعد تقول إن أبوها جابها قبل كده البحر وسألها مية البحر مالحة ولا عذبة، لكنها ما كانتش تعرف وخافت تقرب من البحر ومات أبوها من غير ما يقولها الحقيقة. وبتقول كمان إن هي قرت بعد كده إن مية البحر مالحة، لكنها عايزة تتأكد بنفسها. فبيشيلها تسونيو وبيدخلوا هما الاتنين البحر، وبتدوق جوزيه المية وبتلاقيها مالحة فبتضحك وبتكون فرحانة لأول مرة من بداية الفيلم. لكنها ما بتعيش لحظات السعادة دي لوحدها، لأنه تسونيو بيكون معاها وبيكون هو كمان سعيد ومستمتع باللحظة دي مع جوزيه. ولما بيرجعوا البيت بتكون الجدة مستنياهم وبتديهم تحذير حاد اللهجة إنه القاعدة بتقول إنه مفيش أي خروج. ولما جدتها بتمشي بتسأله جوزيه ليه وداها البحر، فبيقول لها تسونيو إنه مش بيقدر يتجاهل حد عايز يروح المحيط، وبيحكي لها قد إيه هو بيحب الغطس والسمك وانه بيشتغل في محل للغطس. وبتقول له جوزيه يا بختك غطست في بحر حقيقي. ويبدو ان جوزيه وخادمها الان في جبهه واحده ضد جدتها، وعرفوا طريق السعاده والاستمتاع ولن يجلسوا في المنزل ابدا، لانهم اتفقوا كل يوم هيخرجوا جدتها نايمه وبيروحوا يجربوا مختلف الاشياء، بيتنزهوا، ياكلوا كريب، يجربوا يعملوا العاب تلعب جوزيه عليها وهي قاعده، يشتروا الوان، يركبوا العجله الدواره، على الرغم من ان تسونيو بيخاف من المرتفعات. وبتاتي ثمار هذه الصداقه لما تسونيو بيعمل لجوزيه كرسي خاص تستخدمه في المطبخ. وبتقول جوزيه لجدتها ان هي عملت الغدا بنفسها لاول مره، ويبدو ان الاتنين خلوا القط الاسود صديق ليهم وسموه يوكيتشي. وبيكمل الاتنين التسلل وبيروحوا السينما، المكتبه، الحدائق العامه، يروحوا احواض السمك حيث يمكن لتسونيو يمارس هوايته المفضله ويحكي عن السمك بلا انقطاع. وفي الفترة دي بتتبسط جوزيه جدا وبترسم أكتر وأكتر. وبنروح عند جدتها وبيجيلها موظف من الحكومة بوظيفة مكتبية تناسب ظروف جوزيه، وبيقولها إنه ما ينفعش تفضل مخلية جوزيه محبوسة في البيت أكتر من كده، لكنها بتقوله إن جوزيه بتخرج وإنها بقت شجاعة وقريبا هتنطلق. وبتكون جوزيه في المكتبة وهناك بيخليها تسونيو تستعير الكتب اللي هي عايزاها بنفسها. فبتتعرف على موظفة هناك بيكون اسمها كانا، وبتتكون بينهم صداقة لأن هما الاتنين بيحبوا نفس الكاتب. ويبدو إن عالم جوزيه بيتسع أكتر وأكتر. وبعدين بياخد سونيو جوزيه لمحل الغطس عشان تشوفه، وهناك بتشوف جوزيه بنات لابسين على الموضة على عكسها. وبتيجي ماي وبتكون جميلة جدا،
فبتتضايق جوزيه إن هي مش زي البنات دي، وبتقول لتسونيو إن هي عايزة تمشي وبتطلع من المحل. وبيروح تسونيو وراها وبيقعد يجري وراها ويقول لها إنه مش فاهم هي بتتصرف بالطريقة دي ليه، وبيتطور الأمر لخناقة وبتسيبه وبتمشي. وبتقول لجدتها تقول لتسونيو إنه ما يجيش تاني، وتسونيو ما بيكونش فاهم أي حاجة. وتاني يوم بيكون بينظف أنتيكات بيصنعها مديره في الشغل وبيطلب منه إنه يعلمه إزاي يصنعها. وساعتها بتجيله رسالة إنه اتقبل في المنحة وإنه ممكن يسافر بعد ما يتخرج على طول، يعني بعد 6 شهور. وبتكون جوزيه وكانا بقوا أصحاب أكتر. وهناك بتطلب كانا من جوزيه إن هي تقرا قصة حرية البحر للأطفال لأن الموظفة اللي بتقرا ليهم عادة مش موجودة. وبتكون جوزيه متوترة جدا لكنها بتحاول جهدها وبترسم للأطفال بيت للحرية. وكانا بتقول لجوزيه إنها لازم ترسم لأنها عندها موهبة كبيرة جدا. وعلى الرغم إن جوزيه طردت سونيا إلا إنه بيروح لها في يوم ويقفل كل الأنوار. ولسه جوزيه هتزعقله بتلاقي إنه جايب معاه مصباح أنتيكا على شكل سمكة وبيقول لها إنه عمله مخصوص علشانها. وبيحكي لها إن دي سمكة الكلاريون أنجل وإنه وقع في حبها من أول مرة لما شافها وهو صغير. وقال لها إن السمكة دي عادة بتسبح في سرب لكن في محل الأسماك كانت لوحدها، وإنه دايما كان بيتخيل إن السمكة دي عايزة ترجع لسربها زي ما هو كان نفسه أبوه وأمه يرجعوا لبعض. وإنه طول الوقت بيتمنى إنه يشوفها بتسبح في السرب بتاعها لكن موطنها الأصلي هو المكسيك، عشان كده بيحوش الفلوس علشان يسافر ويشوفها هناك. فبتقوله جوزيه إنه حلمه جميل وإنها بتتمنى إنه يقدر يحققه. ولسه بيقول سونيا لجوزيه إنه هيسافر السنة الجاية المصباح بيبوظ وبيحاولوا إنهم يصلحوه. فبيقربوا من بعض شوية وبنعرف إنه مش جوزيه بس اللي بتحب تسونيو لكن يبدو إن تسونيو كمان بيحب جوزيه. وذات صباح رائع بتحضر جوزيه نفسها للخروج وبتقف قدام جدتها وبتقول لها إنها خارجة وإن العالم مش مخيف، وبتاخد سونيو وبيخرجوا قدام عينيها. وبتكون جدتها وتسونيو متفاجئين من تصرفها لكن جدتها بتفرح وبتقعد تضحك. والمرة دي سونيو وجوزيه مش بيروحوا يتفسحوا لكن بيروحوا حديقة الحيوان عشان تواجه جوزيه أكتر حيوان بيخوف وهو النمر. وبتقول لتسونيو إنها جت معاه لأنها حاسة إنه لو كان معاها فهي ممكن تتغلب على خوفها ده. وهم مروحين بتحكي له جوزيه إنها حكت للأطفال حكاية في المكتبة وإنها كانت خايفة ومتوترة وقراءتها وحش جدا لكنها رسمت ليهم رسمة عجبتهم. وبتقول لتسونيو إنها قررت تكون رسامة كتب أطفال وإنها هتطرد حلمها بدون خوف زيه. لكن الحياة بنت 60 في 70 لم تمهلها وقت تبدأ حتى حلمها لأن جدتها بتموت بعد كده مباشرة. وبيكون سونيو معاها في الجنازة لحد ما كل الناس بتمشي وبيقول لها إنها ممكن تتناقش معاه في خطتها للمستقبل. فبتقول له جوزيه إن جدتها سابت لها شوية فلوس هتكفيها الفترة لكنها مش هتقدر تدفع مرتبه. وبعدها بيكون سونيو متوتر وقلقان جدا على جوزيه لدرجة إنه حتى ما بيعرفش يركز في الغطس. فبيحكي لمي وهاياته عن اللي حصل وبتحاول مي تقوله إنه أكيد الحكومة هتساعدها وكده لكنه بيفضل قلقان. وفعلا الحكومة بتبعت لجوزيه موظفين وهي بتقول لهم إنها قررت تكون رسامة لكنهم بيسخروا منها وبيقولوا لها إن ده مش هيأكلها عيش وإن جدتها ما بقتش موجودة عشان تدلعها وتصرف عليها وإنها مفروض تسيبها من الكلام الفارغ ده وتفوق لمصلحتها. وفي يوم بيروح مي وهاياته عشان يعزوا جوزيه لكن بدل ما مي تعزيها بتقول لها حررت سونيو لأن عنده حلم والمفروض يسافر في شهر مارس ولو فضل الحال زي كده فهو ممكن يتخلى عن حلمه ده علشانك. لكن جوزيه بتتفاجئ ان تسونيو حصل على منحة وهيسافر وما قالهاش وبتسيب مي وبتمشي. لكن مي بتقول لها ان تسونيو بيزورها بدافع الشفقة وبس. وتسونيو بيكون على طول سرحان في المحاضرات وبيفكر هيعمل ايه. وبيروح بعد كده عشان يزورها بيلاقي ان اوضتها ما فيهاش لا الوان ولا لوح وبيبص وراه بيلاقيها قصة شعرها. وبيتفاجئ سونيو وبيسألها عن اللوح فبتقوله انها رمتهم وانه ملوش دعوة هي تعمل ايه في حياتها. وبتقوله يمشي ان كان خلص كلامه لكنها بتروح وبتشغل الراديو لكنه ما بيشتغلش. فبيقعد سونيو بهدوء وبيحاول يصلحه. وبعدين جوزيه بتقوله انها عايزة تروح البحر وان دي هتكون اخر مهمة ليه. فبياخدها سونيو وبيروحوا وهناك اول ما بتشوف جوزيه البحر بتعيط وبعدين بتلف وترجع تاني. وبيجري وراها سونيو وبيقول لها انه مش عايز مرتب وانها ما تقولوش ان دي اخر مهامه. وبيقعد ينادي عليها جوزيه لكنها بتقوله ان اسمها خلاص ما بقاش جوزيه وانها قبلت وظيفة مكتبية. فبيسألها تسونيو ليه رميتي رسوماتك فبتقوله جوزيه انه حلمها ده بعيد عنها جدا كل حاجة بعيدة عنها وبترسله رصة طويلة من حاجات ما بتقدرش تعملها لانها مشلولة. لكن سونيو بيقول لها انها حزينة على الرغم من انها اتخلت مع كل حاجة وانها ما بقيش سعيدة مثلا. وبيقول لها انها تتمسك بحلمها وما تتخلاش عنه. فبتقوله جوزيه انها عارفة انه هيسافر قريب وبتقوله ان الناس الاصحاء عمرهم ما هيفهموا هي بتحس بايه وبتسيبه وبتمشي. لكن هو بيطلع يجري وراها بس وهي بتعدي الطريق في المطر الكرسي بتاعها بيعلق في حفرة والعربيات بتبدأ تتحرك. فبيجري تسونيو على جوزيه عشان يلحقها لكن العربية بتطيره وبينقلوه على المستشفى وحالته بتكون خطر لكنهم بيلحقوه. واول ما بيفوق بيسأل ان كانت البنت اللي كانت معاه بخير وبتقول الممرضة انها بخير.
وإنها فضلت جنبه لحد ما فاق. وبيروح تسونيو للدكتور عشان يشرح له مضاعفات الحادثة، فبيقول له الدكتور إنه كويس لكن الكاحل بتاعه مكسور وإنه الكسر خطير وهيحتاج لشهرين على الأقل عشان يعرف يقف عليها تاني. وبيقول الدكتور كمان إنه بعد كده هيعاني من صعوبة في المشي والجري زي زمان. وبيقول له الدكتور إنه مش هيقدر يقوم من على السرير لفترة لأن دراعه كمان مكسور، فبقى حرفيا زي المشلول. وأول حاجة بيسألها تسونيو للدكتور هي إن كانت حالته هتتحسن ولا لأ، لكن الدكتور بيقوله إن ده مش معروف في الوقت الحالي. ولما بتروح جوزيه عشان تزور تسونيو بتقعد تعتذرله، لكنه بيقولها إنه مش خطأك، وبيكون مكتئب ومستسلم إن حالته خطر وإنه ممكن ما يقدرش يمشي بشكل طبيعي تاني، وبالتالي عمره ما هيقدر يحقق حلمه. فبترجع جوزيه على البيت وبتقعد تعيط إنها تسببت إنه يحصل له كده. وبيزور تسونيو البروفيسور بتاعه وبيقوله إن المنحة هتضيع عليه السنة دي لكنه ممكن يروح في سنة تانية. لكن تسونيو بينهار عياط وبيقوله إنه خايف إنه ما يقدرش يغطس تاني، وساعتها هيفقد كل حافز بيخليه يذاكر ويستمر في حياته. وبتتوقف جوزيه عن زيارته وهو بيرمي كتب تعلم الإسبانية في الزبالة. وبتشوفها ماي وبتقوله إنه ما يستسلمش ويبذل جهده. فبيزعق فيها تسونيو وبيقول لها هيحصل لي إيه لو ما خفتش أبدا. وبيقول إنه كان فاكر نفسه قوي وإنه عمره ما فهم قد إيه إن الواحد يسعى ورا حاجة مش في متناول إيده مخيف. ساعتها بتعترف ماي لتسونيو بحبها، لكنه بيكون عايز يعتذر منها ويرفضها، لكنها بتقوله إنها عارفة إنه مش بيحبها هي وإنها بس قالتها عشان تريح نفسها. وبتاخد ماي نفسها وبتروح على جوزيه علشان تستفزها إنها تتشجع وتعبر عن حبها ودعمها لتسونيو، خصوصا إنه محتاجها جنبه الفترة دي. وبتنجح ماي في مهمتها وفعلا بتنفض جوزيه عنها التراب، وبتبدأ إنها تحاول تساعد سونيو في محنته. وبتروح جوزيه لكانا وبتقول لها انها محتاجة مساعدتها، وبتكون جوزيه بتألف قصة وبترسمها وبتساعدها كانا ازاي انها تحسن الاحداث والشخصيات. وبنشوف جوزيه جديدة وهي وسط الناس في المكتبة. وبعد كده بتروح جوزيه لهاياتو وبتطلب منه طلب. وتاني يوم بيروح هاياتو لتسونيو وهو معاه تصريح للخروج من المستشفى اليوم واحد بس، لكن تسونيو ما بيبقاش متحمس، فبيقول له هاياتو انه محتاج يخرج يشم شوية هوا، لكن تسونيو بيقول ان مزاجه مش كويس ومش عايز يخرج. فبيجرب منه هاياتو وبيقعد يهزر معاه، الا ان تسونيو بيعامله بطريقة وحشة وبيقول له ابعد عني وبيزقه بعيد وبيرمي التصريح على الارض. فبمنتهى الهدوء بيحط هاياتو ايده في جيبه وبيجيب التصريح من على الارض وبيقول لتسونيو ان مهمة زميل الغطس انه يساعدك لما يخلص منك الاكسجين، عشان كده الاحسن لانه يخرس ويمشي وراه لو كان عايز يعيش. وفعلا بيخرج تسونيو وبيمشي ورا هاياتو وبياخدوا هاياتو على المكتبة، وهناك بيلاقي جوزيه قاعدة وسط أطفال صغيرين وبتكون مستنياه يجي عشان تبدأ تحكي قصتها، وبيكون اسمها الحرية والجناح الساطع. وكان يا مكان كان في حرية في أعماق المحيط. تمت 20 سنة فالبحر أهداها صدفة سحرية. الصدفة دي بتقول للحرية إنها بس ممكن تحولها البشرية وترجعها تاني الحرية، لكن إن طلبت الحرية أي حاجة تاني من الصدفة هتحققها، لكن بالمقابل الحرية هتختفي من الوجود. ووافقت الحرية على الشروط وسبحت ناحية الشط وطلبت من الصدفة إنها تحولها البشرية، وفعلا حولتها الصدفة البشرية برجلين. وبدأت الحرية تجري وهي طالعة التل، وعلشان العالم بره مخيف هجم على الحرية نمر وقعدت الحرية تجري منه، لكنها وقعت وقعدت تصرخ عشان حد يجي يساعدها. وساعتها نزل ليها من السما شاب بأجنحة بيضة وأنقذها. فبتشكره الحرية وبتقوله إن أجنحته جميلة جدا. فبيشكرها الشاب وبيقولها إنه هيطير بيهم في الربيع وهيروح بحر ساطع بعيد عشان يشوف سمك لونه برتقالي. والشاب والحرية بقوا صحاب وراحوا واستكشفوا أماكن كتيرة سوا، وكبر عالم الحرية وتوسع. لكن الربيع جه والشاب خلاص كان هيسافر، عشان كده حزنت الحرية وراحت تتمشى في الغابة لوحدها. وهناك هجم عليها النمر ونط الشاب عشان ينقذ الحرية، وفعلا أنقذها، لكن جناحاته الجميلة اتكسرت. وبدأت الحرية تبكي علشان الشاب مصحيش. فخرجت الحرية الصدفة وطلبت منها إنها تنقذه، وفعلا الصدفة أنقذت الشاب، لكن جناحاته مرجعتش أبدا. وقال الشاب بحزن إنه مش هيقدر يروح البحر الساطع. فقالت له الحرية أرجوك ما تزعلش، انت عندك جناحات في قلبك وممكن تروح بيهم لأي مكان. فعمل الشاب قارب وأبحر بيه عبر العواصف والأمطار وراح البحر الساطع، وقال بصوت عالي أنا مش خايف، أنا بطارد حلمي. ووصل للبحر الساطع لأن أجنحة قلبه كانت غير قابلة للكسر، وهناك حقق حلمه وسبح مع السمك البرتقالي. والحرية ساعتها بتقول للصدفة إنها دلوقتي ممكن تمحيها من الوجود، لكن الصدفة رجعتها حرية تاني وقالت لها إنها مش هتمحيها من الوجود لأنها أنقذت غيرها وأثرتهم على نفسها. وعادت الحرية لأعماق البحر. بتخلص جوزيه الحكاية وتسونيو بيكون فهم هي عايزة تقوله ايه وبيقعد يعيط ويسقف ليها. وبعدها بيبدأ تسونيو علاج طبيعي وبتكون معاه جوزيه خطوة بخطوة، وكمان هاياتو وماي.
ويوم ورا يوم بيتحسن لحد ما بيقدر يمشي على رجله تاني، مش بشكل كامل لكنه على الأقل بقى بيقدر. وبيقول سونيو لجيزي إنه اتكتب له على خروج من المستشفى وبيكون ميعاد الخروج يوم 24 ديسمبر، فبيقول لها تسونيو إنه عايزها تيجي هي تخرجه من المستشفى. وبيجي اليوم الموعود وبينتظر تسونيو كتير قوي، بس ما بتجيش جوزيه أبدا لحد ما بيخرج لوحده وبيقعد يدور عليها، وبيروح البيت والمكتبة وما بيلاقيهاش أبدا. وبيقول سونيو لأصحابه عشان يدوروا عليها معاه، وبيروح كل الأماكن اللي هي ممكن تروحها، لكن جوزيه بتكون في حديقة الحيوانات قدام النمر لوحدها علشان هي جوزيه ومخوفها نمر ولازم تقف قدامها وتتحداها علشان توصل للحاجات اللي هي بتحبها وهي السمكة. فبقت جوزيه والنمر والسمكة. وبيروح تسونيو يدور عليها في جنينة الحيوانات، وهناك بيلاقي أثر لعجلات الكرسي المتحرك بتاعها، فبيفضل ماشي وراها لكن الآثار دي بتختفي. فبيفضل يلف في الشوارع الخلفية في المكان ده، وبيحصل نفس اللي حصل أول مرة شافها، حد زقها غصب عنه فالكرسي طار بيها وهي ما قدرتش توقفه لكنه بيمسكها. وبتكون جوزيه قلقانة على رجليه ليكون جرالهم حاجة من الوقعة، لكن سونيو بيطمنها وبيقول لها انه جري وهو بيدور عليها، وبيسألها ليه اختفت من غير ما تقول حاجة. فبتقول له جوزيه انها قررت انها تطرد حلمها هي كمان وتعتمد على نفسها، وبتقول له انه ساعدها كتير وكفاية كده. لكن بيقاطعها تسونيو وبيقول لها انه بيعمل كده علشان نفسه مش عشانها هي، وانه عايز يكون خادمها ويكون جنبها. فبتقول له جوزيه انه عنده احلام لازم يحققها، فبيقول لها انه هيروح وهيحققها، لكن قبل اي حاجة هو بيحبها. وبتعترف جوزيه هي كمان بحبها لتسونيو، ومن ساعتها مش عارفين ننزلهم من على القمر من كتر السعادة باين. وبعد كده بيسافر تسونيو المكسيك وبيبعت صوره ليها ولأصحابه أول بأول. وذات يوم بتكون جوزيه قاعدة ترسم وبيفاجئها تسونيو إنه جه مخصوص عشان يشوفها في أجازة صغيرة ورجع تاني. وبكده عاشوا أبطالنا بسعادة وهم بيطاردوا أحلامهم. وبس كده خلصت حكايتنا النهاردة. ما تنساش اللايك والشير للفيديو وسبسكرايب للقناة وكومنت تشجعنا فيه وتقول لنا على حاجة حابب نلخصها. كانت معاكم فاطمة محمد، سكريبت محمد حسام، ومونتاج مروان اليماني. استنونا في حكايات كتير جاية، وسلام.